اهلا وسهلا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم ان شاء الله يا ربي هذا الفيديو باحسن الاحوال. المهم كما عودتكم انني اي اخبار جديده سمعتها بطبيعه الحال غنشاركها معكم. كانت شي حاجه بخصوص اي موضوع اللي هو كيهمنا، سواء لي كونطرا، سواء التجمع العائلي، سواء سياحه، سواء جنسيه، ضروري غنتواصل معكم باش نوصل لكم اخر الاخبار. المهم قبل ما نبدا الفيديو ما تنساوش اللي باقي ما شارك في القناه يجي يشارك ويفعل الجرس باش ديما يوصلوا جديد، واللي من اهل القناه ما ينساش لي جيم ولا كومونتير زوينين ديالكم، هكا كتحفزوني باش ديما نزيد القدام. مهم الموضوع ديال اليوم اللي بغيت نهضر معكم فيه مهم بزاف بزاف، لان لاحظت انه تكرر تقريبا مع 4 ديال الناس مؤخرا، فقلت ضروري ان نعلمكم باش ديروا الاحتياطات ديالكم باش ما تطيحوش في اغلاط اللي طاحوا فيها وحدين اخرين اللي فريمون لحد الان باقي ما عارفاش شنو غيديروا معاهم. ولكن شبه 90% باينه الامور كيفاش غتكون. المهم اول حاجه هذه مده تقريبا شي 15 يوم كان تواصل معايا واحد السيد اللي هو كان دافع كونطرا ديال الخدمه في كازا. تواصل معايا قال لي اختي راه تواصلوا معايا القنصليه باش انني نمشي عندهم. فقال لي واش عندك فكره زعما علاش؟ لانه هو كان كيتسنى التيراج، واللي معروف على التيراج انه كيكون يعني في الشركه ديال في اف اس جلوبال، ما كيكونش في القنصليه. فانا شكيت في واحد الحاجه على ان ممكن انه يكون يعني عنده شي غلط في الكونطرا، غيطلبوا منه انه يصحح شي حاجه، لان هذا الشيء هو اللي معروف مؤخرا على هذا الشيء هذا. القنصليه بقات كتواصل فقط مع الفئه اللي باقا من تيليس كونتاكت، اللي باقي ما استلموش الفيزا ديالهم، والوحيد اللي كتواصل معهم اللي عنده غلط. وكيكون جوج فئات، كاينين ملي كيكون الغلط كيتواصلوا مع الناس ما كيشدش لهم، كيصيفطوا واحد الورقه لفي اف اس جلوبال باش هي تكلف انها تواصل مع السيد او السيده المعلوم بالامر. كتكون مكتوبه في الورقه كما ورات لي واحد السيده، كتكون مكتوبه في الورقه النوع ديال الغلط اللي كاين، كيطلبوا انه يصحوه، كيعطيو واحد المده زمنيه ما خصهاش زعما انها تتعداه. فهو طلبوا الحضور ديالو، فقلت له ما عنديش فكره ولكن سير وباش ما كان ترد عليا الخبر باش نعرف شنو كاين. ففعلا مين مشى قال لي اختي راه داروا معايا واحد الانترفيو. قلت له اياه، والانترفيو شنو كان فيها؟ اللي سولوه ان مي غتطلع لايطاليا اين مدينه غتمشي فيها. فقال لهم المدينه اللي غيمشي ليها طبيعه الحال. قالوا له شنو سميه الباترون؟ انا كنقول لكم الانواع ديال الاسئله اللي عطاو: الاسم ديال الباترون، المدينه اللي غيمشي ليها، الخدمه اللي غيخدمها، الثمن اللي غيشد، يعني هاد الاسئله اللي بخصوص الكونطرا اللي هي واصله. فالدري يعني جاوب الاجوبه عادي كايتها الناس. فمن سال وخرج قال لي شنو سولون شنو سولون. قلت له اوكي ان شاء الله يكون خير. فالصراحه من موراها بواحد السيمانه وصلوا الميساج ديال في اف اس جلوبال، وفعلا مشى وتيرا ولقى الباسبور ديالو مطبوعه فيه الفيزا. فما علينا سالينا من هذا السيد، يعني حيت باش نعرف الريزولطا كيفاش كانت سالينا من هذا السيد. من موراها تواصلوا معايا واحد جوج ديال الدراري اللي فريمون طرا لهم نفس الامور، ولكن تبارك الله كانوا دراري قافزين، يعني حافظوا الكونطرا ديالهم شنو فيها، عارفين كاع المعلومات. يعني ملي كيقولوا لي ملي كيسولونا كنجاوبوا لهم المعلومات بصراحه. ولكن الغلط اللي غيوقع مع واحد البنت اللي هي نهار الجمعه، نهار اللي كان الفيديو ديال التيراج، كان عندها هي ديك الساعه المقابله الانترفيو غتمشي للقنصليه. لان انا وليت ينفو كتواصل معايا هادو فقط الناس اللي هضروا معايا، يعني انا اضطريت نقول هذا الفيديو باش تردوا بالكم بزاف من هذه القضيه. ف البنت غتواصل معايا تا مشات، لان ما كانش عندها الانستغرام ديالي، يعني تا مشات ودارت الانترفيو قالت لي شنو وقع ليا شنو وقع ليا. فبالنسبه للبنت بدات كتدخل وكتخرج في الهضره، لان حنا عارفين هذاك الموضوع ديال ماشي كلشي. كاين اللي عاد مدبره كونطرا باش تطلع هنايا، كاين اللي مدخل ليها شي واحد ما عارفه والو، بزاف الامور. ولكن الدراري كاين واحد النوع اللي قافز رغم ان الكونطرا، ولكن تعرف كلشي من ازيت، تفهم كلشي. فالبنت من مشات بدات كتدخل وكتخرج في الهضره، كتغلط وهو كيصحح ليها. يعني مثلا كيقول لها سميت الباترون ما عرفتش، قال لها الاسم ديالو هو فلان فلاني، اين مدينه غتمشي ليها. غلطت في قالت ليه مدينه ماشي هي المدينه اللي غتمشي ليها، قال لها المدينه اللي مكتوبه عندك في الكونطرا هي المدينه فلان فلانيه.
فوصلت انها قال لها شنو الخدمه اللي غتخدمي، حتى هي غلطت فيها. فقال لها هادشي راه ما كاينش، انت شنو قلت لي ما عطانيش راس الخيط، ما قال لي واش غيرفضوا ليا ولا ما غيرفضوش ليا انا، ولكن انا شكيت ان 90% غيرفضوا ليها، لان من حقهم ان يديروا معك مقابله، على الاقل كيعرفوا واخا يكون امورك ميسره، كونطرا ديالك صحيحه، امورك هي هذيك. فالانترفيو ما عرفتش بالضبط علاش هاد الناس داروا معاه الانترفيو، لان نورمالمون ما كانتش صراحه، ما كانتش. الحاجه الوحيده ان بنادم كيبغي يمشي يدفع ورقاته كيمشي للشركه في اف اس جلوبال كيهضروا معاه، وانا متاكده مليون في المية ما كانوا كيسولوا على حتى حاجه، كيقول لهم الورقات ديالكم، تصاور اموركم، صافي كيخرجوا في حالاتهم، كيبقاو يتسناو التيراج ديالهم. ولكن مؤخرا علاش بالضبط هادو، فمن بديت كنشوف ان العدد يعني 4 ديال الناس، 3 ديال الدراري هذوك راسهم، واحد راه خرجت ليه الفيزا ديالو الله يسهل عليه، الدراري باقيين كيتسناو التيراج ديالهم، غير هما من كتعطاهم ديك الاسئله كيجاوبوا عليها، يعني ما عندهمش مشكله. البنت اللي بدات كتخرج في الهضره وبانت من الطريقه ديال السيد اللي دار معها الانترفيو انه شبه ما عجبوش الحال، لان الاسئله كامله اللي سولها كانت غلطه، يعني ما جاوباتوش اسئله الاجوبه اللي كان باغي هو اللي كاينه في الكونطرا. يعني اقل حاجه انا اللي بغيت نقول للناس ان ملي تكون غتدبر على شي كونطرا اولا توصلك واحد الكونطرا، عرف المعلومات ديالها، عرف على الاقل السميه ديال الباترون ديالك، شنو الخدمه اللي غتخدمها، يعني واش غتخدم في الفلاحه، في السياقه، شيفور، في لوطيلات، في التنظيف، على الاقل عرف هاد المعلومات، هي اقل حاجه انك تعرفها. انا عارفه ان كاين اللي كيديرها غير باش يوصل هنايا يحط رجليه ما كيهموش داكشي، ولكن انا نحيد عليا هاد العاتق، على الاقل نعرف هاد المعلومات كامله، لان ممكن انهم الا تواصلوا معك القنصليه وكانت عندك كونطرا ديال الخدمه وقالوا لك اجي عندنا، على الاقل ما كتمشي كتعرف المعلومات ديالك، المدينه فين غتمشي مثلا، فين غتسكن، الماندا اللي داروا معاك، المده اللي غتبقى، يعني على الاقل ديك الامور السطحيه اللي على الاقل اجباري على اي واحد يعرفها. فبالنسبه للبنت يعني خرجت الصراحه مقلقه بزاف، واخا الصراحه علمتها، ولكن قلت ضروري انني نعلم ناس وحدين اخرين، لان كلشي ماشي بحال كاينين دراري قافزين وبنات قافزين، وكاين باغ كونطخ اللي هو كيموعي كونطرا صافي دفعت نبقى نتسنى. فمن طولوا الناس مع 4 ديال الناس قلت ضروري نوصلها لكم، يقدر يطيح فيكم نفس الحاجه، يقدروا يعيطوا لكم من القنصليه وتمشيو، على الاقل تعرفوا ماشي كيكون غير غلط ولا شي حاجه. فمن حقهم انهم يديروا انترفيو معكم ويسولوكم بعض الاسئله، وضروري ان ديك الاسئله تكون حقيقيه، يعني كيما هنا كتصيفط لكم نولوستا كتعطى في الكونطرا مثلا ديال الخدمه ولا شي حاجه، كتصيفط لهم المعلومات تما. فما يمكنش انك تكون غطلع هنا تخدم وما عارفش المعلومات، لا فين غتخدم لا شنو غدير، لا ما يمكنش. فكنتمنى ان هذا الفيديو من الاعجاب ديالكم، اي تساؤل خليوه لي في لي كومونتير، واللي طرا ليه نفس الحاجه اولا عرف ان شي واحد طرا لي نفس الحاجه يخليها لنا في كومونتير. فحاولت انني ندير هذا الفيديو ديال اليوم باش ننبهكم باش تردوا البال من هذا الموضوع. كنتمنى لكم الخير والتيسير، بسلام عليكم.